افتكر اخر مره افتكرت فيها فتره قديمه من حياتك وقلت نفسي ارجع للايام ديت. الغريب انك لو رجعت لنفس الايام دي فعلا ممكن تكتشف انك كنت بتقول في الوقت ده انا نفسي اخلص من الايام دي. فيا ترى ايه اللي حصل؟ ازاي الحاجات اللي كنت بتتمنى تهرب منها بقت بعد كام سنه حاجه نفسك ترجع ليها؟ المشكله ان ذاكرتك مش بتشتغل كانها كاميرا، هي بتشتغل كانها مخرج وبتختار لك ايه تفتكره وايه تنساه. وخليني بقى احكي لك عن حاجه بتحصل مع ناس كتير. تخيل معايا واحد خلص مدرسه سنين كان نفسه يخلص، كان بيشتكي من الامتحانات والمذاكره وضغط الدراسه، وكان بيقول اول لما اخلص انا هرتاح، وفعلا خلص. دخل مرحله جديده وبعد فتره بدا يفتكر المدرسه، الضحك مع اصحابه، الفسح، الكلام في الفصل، حتى الحاجات الصغيره اللي كانت وقتها مش مهمه اصلا. وفجاه يقول ياه كانت ايام حلوه. بس استنى، هو نسي ليه كان عايز يخلص؟ هو بيشتاق لأجزاء معينة بس منه، لشخص كان موجود، روتين كان مألوف، لإحساس كان بيحسه، لأمان كان موجود من غير ما يحس بقيمته. يعني أحيانا أنت مش بتشتاق للأيام، أنت مشتاق للنسخة اللي عاشت الأيام دي. في علم النفس في ظاهرة مرتبطة بالحنين للماضي، والحنين مش مجرد تذكر، ممكن يكون إحساس معقد جدا، مزيج ما بين السعادة والحزن وفي نفس الوقت. طيب ليه؟ لأنك لما بتفتكر فترة قديمة أنت مش بتسترجع كل تفاصيلها بنفس القوة. الأحداث المؤلمة ممكن تكون أقل حضور مع الوقت، لكن اللحظات العاطفية والمميزة بتفضل أوضح. فتبدأ ذاكرتك تعمل نسخة مختصرة للماضي. وعلى فكرة مش بالضرورة يكون كذب، لكن مش الصورة كاملة. زي فيلم اتشالت منه اللقطات المسيئة وفضلت اللقطات الكويسة، وبالتالي الماضي يبدأ يظهر لك أجمل مما كان. وده يقودنا لتجربة نفسية مهمة جدا. في دراسة كلاسيكية عن الذاكرة العلماء لاحظوا لما الناس بيحاولوا يفتكروا أحداث من حياتهم القديمة مش كل الأحداث بتفضل بنفس التفاصيل مع مرور الوقت. في بعض الذكريات بتتلاشى، لكن الأحداث المرتبطة بمشاعر قوية تفضل أكتر حضور. وده بيفسر حاجة بتحصل معاك. أنت ممكن تنسى تفاصيل شهر كامل، لكن تفتكر لحظة واحدة حصلت من سنين فاتت، لأن عقلك مش مهتم يحفظ حياتك كلها كأرشيف كامل، هو بيحتفظ بالحاجات اللي كان ليها معنى بالنسبة لي. وهنا المشكلة، لما تكون حياتك الحالية صعبة عقلك ممكن يبدأ يقارن، دلوقتي وحش وزمان كان أحسن. لكن خليني أقول لك المقارنة دي مش عادلة نهائي، لأنك بتقارن مشاكل الحاضر كله بأفضل لحظات الماضي. خليني أقول لك إن أنت عارف كل المشاكل اللي عندك دلوقتي، لكن لما تفتكر الماضي مش بتفتكر كل ليلة كنت مضغوط فيها، مش كل مرة كنت فيها خايف، مش كل مرة قلت فيها امتى الأيام دي تعدي على خير. فتقول زمان كان أحسن، لازم تقول كده. ومش شرط، مع إن الحقيقة ممكن يكون كان زمان مختلف، مش بالضرورة أحسن زي ما قلت. طيب ليه الحنين بيزيد لما تكون حياتك صعبة؟ وهنا الموضوع بيكون أعمق شوية. لما الإنسان بيمر بفترة فيها عدم يقين العقل بيبدأ يدور عن حاجة مألوفة، والماضي مألوف. شاطر، انت حضرتك عارف قصته، عارف الناس اللي كانوا فيه، عارف نفسك وقتها، حتى لو كان فيه ألم فهو ألم معروف. أما بالنسبة للمستقبل فهو مجهول، وده ممكن يخلي الماضي أكثر أمان. عشان كده أحيانا مش بنشتاق للماضي لأنه كان مثالي، لكن لأن الحاضر غير واضح. لو أنت في الفترة دي بتقول نفسي أرجع لأيام زمان، اسأل نفسك سؤال مختلف: إيه بالظبط اللي أنا مشتاق ليه؟ هل أنت مشتاق لشخص، لأصحاب، أو روتين، أو إحساس بالأمان، لنسخة منك كانت أبسط، ولا أنت بس تعبت من الحاضر؟ لأن الإجابة هنا بتفرق جدا. أما لو أنت مشتاق لصديق قديم، المشكلة هنا إنك مش محتاج ترجع للماضي، يمكن محتاج تعمل علاقة حقيقية في الحاضر. مثلا مشتاق للهدوء، يمكن محتاج تبني مساحة هدوء في حياتك الحالية. ولو مشتاق لنسخة قديمة منك، فالسؤال الحقيقي إيه اللي حصل للنسخة دي أصلا؟ الماضي مش باب تقدر تفتحه وترجع منه، وممكن أصلا لو رجعت لورا تكتشف إنك كنت مستني اليوم اللي تهرب فيه منه. علشان كده ما تخليش الحنين يخدعك. وانا مش بقولك ما تفتكرش الماضي، افتكر الماضي، خد منه العادات الحلوه، الذكريات الجميله، الدروس المستفاده، وسيبه يكمل مكانه. وزي ما قلت، يمكن انت مش محتاج ترجع لحياتك القديمه، يمكن انت محتاج تصنع في حياتك الحاليه ايام تشتاق لها بعدين. بس يا سيدي، وقبل ما تمشي جاوبني عن سؤال واحد ومن غير تفكير كتير: ايه هي اكتر فتره في حياتك نفسك ترجع ليها رغم ان انت كنت بتتمنى تخلص منها؟ وخليك فاكر حياتك الحاليه هي الذكريات المستقبليه، وخلي فيها حاجة تستاهل تفتكرها قدام. وكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش الفولو واللايك، وصلي على النبي.